بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل بقى طاقية السلطان، طالعة بقى ترند اليومين دول وجميلة قوي وجربتها وطلعت تحفة، فانا قلت بقى ايه اما انزلها لكم. اول حاجة نبدأ كده بالمكونات. عندنا كوباية مية دافية واحط عليهم كوباية لبن دافي وعليهم ربع كوباية من الزيت، وهحط بياض البيضة وهسيب صفار البيضة في جنب كده عشان هنحتاجه ايه في الاخر. هقلبهم بقى حلو قوي كده وسريع عشان طبعا البيضة ايه ما تستوي. وبعدين هضيف عليهم 5 معالق من السكر، معالق كبيرة، وحطيت عليهم كيس خميرة، رشة فانيليا كده. وبعدين هقلب بقى المكونات تاني كده كويس. بعد كده هضيف بقى الدقيق، هحط 3 كوبايات ونص، كوباية هحط كوباية وبعدين اقلب وهكذا. عجنتها كويس وقمت رايحة اقسمها بالنص بالظبط. هجيب كده بقى اول نص واحط عليه معلقة كاكاو واقوم رايحة عجنها. وبعد ما عجنتها كده شوية قمت ضايفة لها بقى نص كمان معلقة وهحط لها قطعة زبدة، واقوم ماسكة بقى العجينة كده لمها بقطعة الزبدة ونص المعلقة الكاكاو الأخيرة دي، اقوم ماسكاها بقى لما هي وعجنها تاني، وهغطي العجينة بقى واسيبها بقى ايه تخمر كده ايه ساعة. هاجي للنص اللي هو التاني ده هحط برضو قطعة زبدة وامسكها اعجنها بيها. هلم بقى العجينة كده زي ما قلت لكم بقى بيها كويس، بس واقوم مغطياها بقى واسيبها برضو ايه تخمر ساعة. هبدأ بقى اجيبها بعد ما خمرت كده، هقوم جايبة العجينة اقوم عاملاها على شكل مستطيل، افردها بقى على شكل مستطيل كده، وافرد برضو العجينة بقى ايه اللي هي البيضة دي، اقوم فرداها زيها بالظبط على شكل برضو مستطيل، واقوم حطها عليها كده واقوم رايحة مسويها بالظبط. هسويهم كده على بعض كويس. وهنا طبعا انا ما قصيتش اي حاجة، سبتلكم كل الفيديو عشان الخطوات تبقى سهلة. وبعدين اقوم ضايفة بقى الشوكولاتة في اول العجينة كده، ممكن بقى تضيفي اي حشو انت عاوزاه، فول سوداني، مكسرات، شوكولاتة، مربى، يعني الحشو بقى اختياري. انا حطيت قطع شوكولاتة وحطيت شوكولاتة سايلة، وهبدأ الفها على شكل رول كده، ومن ربع العجينة كده من تحت هبدأ بقى ان انا ايه اعملها شرايح كده. همسك بقى كل واحدة الفها ايه على شكل رول كده، يعني الفها زي ما انتوا شايفين كده وماسكاها لفاها، وهكذا لغاية ما اعملهم كلهم بنفس الطريقة. وبعد ما عملتهم كلهم اقوم مكملاها بقى ايه لف رول، وبعدين اقوم لفاها ايه على شكل دايرة. في صينية بقى حجمها صغير حطيت ورقة زبدة وقمت رايحة حطها وغطيتها، وهسيبها كمان تخمر كمان ساعة. الخمر لها كويس اوي عشان ايه حجمها يتضاعف كده. هجيب بقى صفار البيضة اللي احنا كنا سيبناه في الاول ده،
وهحط عليهم معلقتين كبار من اللبن، واقوم حاطه عليهم رشة فانيليا ورشة خل، طبعا ده هيمنع اي زفارة. هقلبهم بقى كده كويس، وهدهن بقى الوش بيها. طبعا البيض بيسرع الحمران بتاعها، بيخليها تحمر بسرعة، اما اللبن بيحمرها بس بتاخد وقت خليها تنشف. فالبيض احلى حاجة عشان ايه تسرع ان هي تحمر بسرعة. دي كده بعد ما احمرت نجيب بقى معلقة زبدة كبيرة بسيحها، واقوم رايحة دهناها كده اول لما تطلع عشان تفضل طرية، واغطيها واسيبها تبقى تبرد وتبقى طرية. بعد كده بقى هقطعها كده قطع. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. انا عندي هنا غلطه برضو حبيت ان اقول لكم عليها. هنا طبعا هتحمر بسرعه، انا ما شغلتش عليها الشوايه، احمرت كده من الفرن على درجه 180. بس هنا ممكن بعد ما تلاقيها تحمر تاخد لون، تبقى لسه مستوتش سنه كده من جوه، غطوها بورق فويل هتكمل السوا بتاعها. بس ما اقولكوش بقى على طعمها، وطعم الشوكولاته فيها الحشو كان تحفه. جربوها بقى، متنسوش تقولوا لي رايكم. في اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.